وكانت راية الإسلام تمتد فوق أرض المغرب بعد فتح مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وفتح عمرو بن العاص بلقة واستولى على مدينة طرابلس، وأراد أن يواصل الزحف إلى تونس، وبعث يطلب المدد من أمير المؤمنين عمر. يا عقبة بن نافع، ليس أمامنا بعد أن بلغنا طرابلس إلا تونس، فماذا ترى؟ أيها الأمير عمرو بن العاص، بيننا وبين تونس 9 أيام، وأهل تونس في عدد عظيم، وأكثر ركوبهم الخيل، فهل تأذن في الفتح؟ بل نطلب الإذن من أمير المؤمنين عمر، فإن أذن يا عقبة ننطلق إليها. ولكن أمير المؤمنين عمر خاف نتيجة اندفاع المسلمين في تلك الأرض، وكانت دولة الإسلام قد امتدت شرقا في بلاد الشام وفارس، وغربا حتى حدود برقة. كانت حكمة عمر أن يوطد المسلمون أقدامهم في تلك الرقعة الشاسعة قبل الاندفاع نحو الغرب. وتحقق في عهد عثمان ما رآه عمر، فقد انتزع غريغوريوس حاكم أفريقية مدينة طرابلس من عقبة بن نافع. وبعد 4 سنوات، وفي العام 26 من الهجرة، قاد عبد الله بن سعد بن أبي السرح والي مصر جيشا استرد طرابلس ووصل إلى تونس. وتحت أسوار تونس وقف غريغوريوس على رأس جيش عدده 120,000 مقاتل. وفي ذلك اليوم وصل إلى مكان المعركة عبد الله بن الزبير على رأس مدد من المسلمين. يا عقبة بن نافع، هذا الرومي معه جيش لجب. الله أكبر وأقوى من كل جيش يا عبد الله بن أبي السرح. لقد وعد الرومي جنده بأن من قتلني له 100,000 دينار ويزوجه ابنته. استمع إلي يا ابن أبي السرح. نعم يا عبد الله بن الزبير، ما هو رأيك؟ أعلن باسمي في جيش المسلمين أن من قتل قائد الروم له مني 100,000 دينار وأزوجه ابنة الرومي. واجعل خلف جيشنا كمينا يا ابن أبي السرح، فإذا اشتد القتال انقضوا على الروم من خلفهم. نعم الرأي يا عقبة بن نافع. ودار القتال ونفذت الخطة واضطرب جيش الروم، وفي لمحة خاطفة أبصر عبد الله بن الزبير قائد الروم غريغوريوس، فاندفع نحوه صائحا: الله أكبر، الله أكبر، وهوى بسيفه فأطار رقبته. وانتصر المسلمون وعادوا بعد الصلح مع الروم إلى مصر، فقد كان عثمان رضي الله عنه يسير على سياسة سلفه عمر رضي الله عنه، ويمكن للإسلام في مصر والشام وفارس. ثم جاءت السنة 49 للهجرة، وأصبح عقبة بن نافع هو القائد الذي تقلد مقاليد أفريقية. وكان عقبة مسلما شديد الإيمان، ينشر الإسلام لا للفتح والنصر والغنائم، ولكن لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المسلمون، لقد رأيت لكم أن تتخذوا مدينة نجعل فيها عسكرا كي تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر. يا عقبة بن نافع، العرب يحبون الصحراء، وقد جعلت مكان مدينتي في قلب الصحراء بعيدا عن الشاطئ حتى لا تهددها أساطيل الروم، وهي في ملتقى الطرق بين الشرق والغرب والجنوب. نعم الرأي يا عقبة، سر على بركة الله. وبدأ عقبة في بناء مدينة القيروان في العام 49 للهجرة، وانتهى من بنائها في 3 سنوات، فأقام فيها المسجد الجامع ودار الإمارة والدور والمنشآت العسكرية،
وحصنها بأسوار عظيمة. ومن القيروان حمل المسلمون راية القرآن، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأعلنوا إسلامهم، وانتظم البربر في جيوش الإسلام. وفي العام 55 للهجرة قرر عقبة بن نافع أن يقوم بالغزو الكبير في سبيل الله. ولكن أين الأمير عقبة بن نافع؟ قائم في المسجد يصلي. انتظر حتى يفرغ من صلاته. من الرجل؟ رسول من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. خيرا، ماذا وراءك؟ ولى أمير المؤمنين أبا المهاجر دينارا على أفريقيا. أبو المهاجر دينار؟ من يكون؟ رجل من موالي الأمير مسلمة بن مخلد والي مصر. وخرج البطل المسلم المجاهد عقبة بن نافع من مدينته القيروان، وذهب إلى دمشق ليقابل معاوية. وقال عقبة لمعاوية: فتحت البلاد ودانت لي، وبنيت المنازل، واتخذت مسجدا للجماعة، وسكنت الناس، ثم أرسلت عبدا فأساء عزلي. واعتذر معاوية لعقبة بن نافع ووعده برده إلى عمله، ولكن عقبة ظل مقيما في دمشق ينتظر حتى مات معاوية وخلفه ابنه يزيد، فعزل دينارا وأعاد عقبة الذي طار إلى القيروان على صهوة جواده كالنسر الجارح. وانطلق عقبة كالسهم، وسار في طريقه يغزو ويفتح، حتى وصل إلى شاطئ المحيط الأطلسي، فاندفع بفرسه نحو الماء حتى وصل الماء إلى ركابه، ورفع سيفه وقال: اللهم فاشهد أني لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخضته غازيا في سبيلك. أيها الأمير عقبة، أيها الأمير عقبة. ماذا وراءك يا رجل؟ الروم أيها الأمير، الروم يستعدون بجيش كثيف لغزو القيروان. العودة العودة يا جند الإسلام. وعاد عقبة بجنده مخترقا أرض المغرب الأوسط، وفي طريقه اعترضه قائد الروم ب50,000 محارب. ودارت معركة غير متكافئة، وقاتل عقبة قتال الأبطال، وسقط في الميدان وسيفه في يده، وعلى شفتيه كلمة الله أكبر. وانسحب المسلمون من القيروان إلى برقة. ولكن الرواية لم تتم فصولا، فقد ظلت روح عقبة بن نافع ترفرف على مدينة القيروان حتى ولي الخلافة عبد الملك بن مروان. يا حسان بن النعمان، دعوتك لأمر عظيم. أمر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان مطاع. لقد عزمت على فتح المغرب فتحا تاما، وأنت تعلم أن عقبة بن نافع كانت قد أقام مدينة القيروان، وكان قد وصل بجند الإسلام إلى شاطئ بحر الظلمات، ثم استشهد في سبيل الله. نعم يا أمير المؤمنين، كان عقبة بن نافع بطلا من أبطال الإسلام. ثم استبد الروم بمن اعتنق الإسلام في تلك البلاد، ورأيت أنك يا حسان بن النعمان أقدر جند الإسلام في رفع راية الإسلام. هذا فضل من الله وفضل من أمير المؤمنين. وقد أعددت لك 40,000 مقاتل، وجهزت لك الجيش، وها أنا أسلمك اللواء، فاخرج إلى بلاد أفريقية على بركة الله وعلا. خرج حسان بجيشه في السنة 74 للهجرة، واقتحم مدينة القيروان ودخلها دخول الفاتحين. ولما أراح جنده خرج للزحف العام، وانطلق إلى مدينة قرطاجنة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وهي معقل الروم. ودار القتال بعد أن حاصر حسان قرطاجنة حصارا شديدا، وانهزم الروم، ولم يجدوا أمامهم طريقا غير الهرب في البحر، فركبوا سفنهم إلى جزيرة صقلية.
ودخل حسان قرطاجنة وأمر بتدميرها حتى لا تكون حصنا للروم بعد ذلك، فخربت عن آخرها وأصبحت خرائب وأطلالا. ولم يكد حسان يستريح ويبدأ في تنظيم شؤون البلاد حتى هبت النار من قمم جبال الأوراس. من هذه المرأة التي تقود الجيوش وتسمي نفسها الكاهنة؟ أيها الأمير حسان، إنها امرأة تعمل بالسحر، ويقولون إنها لا تموت. لا تموت؟ كيف لا تموت؟ لن نخلص من شرها إلا إذا قتلتها، وبذلك يعلم البربر أنها كاذبة وليست كاهنة. وحارب حسان بن النعمان جيوش الكاهنة وصمدت له، وجرت الدماء أنهارا عند جبال الأوراس، واشتد القتال، وشاء الله ألا يخذل حسانا وجنوده، فانتصروا عليها وقتلوها عند بئر الكاهنة حيث كانت تتحدث مع الشياطين. ودخلت قبائل البربر في دين الله أفواجا، ورفعوا بأيديهم راية الإسلام، وأصبحوا حماة للإسلام وحملة للقرآن. وفي السنة 82 للهجرة دانت بلاد المغرب كلها للإسلام، وقام حسان بن النعمان ببناء مدينة تونس وجامع الزيتونة الذي أصبح جامعة من جامعات الإسلام، والله غالب على أمره.